السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيني بطريقه مختلفه. كلشي الناس كتعرف البيني العادي اللي كيخمر وعاوتاني كيخمر جوج المرات. هذا بيني سريع ما كيخمرش نهائيا، ما كنخمروش وما فيش المقادير بزاف، بلا بيض ودغيا كيوجد ومختلف شويه على البيني اللي كنعرفوه دائما، وكنتمنى دائما انكم تجربوه. فغادي نبداو على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاجو كاس ديال الحليب. انا عبرت بهذا الكاس، وهذا تقريبا 150 مليلتر ديال الحليب. من الكاس ديال الحليب جوج معالق كبار ديال الزبده بحال هادي، جوج معالق كبار يكونوا عامرين. انا هنايا درت داك الحليب، كاس ديال الحليب درتو مع دوك جوج معالق ديال الزبده يسخنوا في هاد الكاسرونه مزيان حتى دابت الزبده كامله. غادي نجيب فاش غادي نعجن. غادي نحتاج كما قلت كاس ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الزبده خويا هنايا سخونين. غادي نحتاج جوج معالق ديال الزيت النباتي، 3 المعالق عفوا، 3 المعالق ديال الزيت النباتيه. غادي ندير كلشي هنا كما كتشوفوا سريع، ما كنحتاجوش ليه بزاف ديال المقادير. غادي نحتاج جوج معالق ديال السكر سنيده على حسب الذوق، ما كثروش لان اصلا غنديروا له السكر سنيده من الفوق الفاني، عارفين هكذا كيتقدم بيني. دابا غادي ناخذ ساشي ديال الخميره اولا معلقه صغيره عامره ديال خميره الحلويات هكذا، بيصه ديال الملح شويه صافي. هادو هما المكونات اللي كنديروا السوائل الكامله مع الخميره مع الحليب مع السكر كلشي. غنجيب خلاط نخلط صافي. دابا غادي نزيد 250 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، اولا غنحسبها لكم بالكاس باش نعبرها لكم بالكاس باش تعرفوا شحال ديال الكيسان. صافي كنجيب كنجمع هاد العجينه بيدي. عجينه خاصها تكون ما كتلاصقش، ما كيحتاج لا دليك لا والو، غير كنجمع العجينه صافي. اش كنقول لكم بيني ساهل ولا اسهل. الا بغيتو على حسب اللون الصفر يمكن لكم ديروا شويه الخرقوم ولا الزعفران على حسب اللون. صافي انا جمعت العجين بيدي. حنا هنايا كنحصلوا على عجين هكذا كيتلاصقش في اليدين. دابا انا دايره الزيت كتسخن فوق البوطه، خليوها تسخن مزيان. صافي غنبداو نطيبو مباشره، يعني ما غنخليو لا يخمر لا والو. هادشي اللي زوين فيه. كما كتشوفوا العجين كنشكلوها كيف ما بغينا، الا ما كتلصقش في اليدين. صافي كنديروا كويرات صغار ولا كنديرهم صغيورين كيجيو حسن. صافي كنتقبوها هكذا في الوسط. صافي نديرها في الزيت تقلى. هنا غناخد شي حاجه غندير فيها ساشيه ديال الفاني على حسب النسمه وشويه ديال السكر. فاش غادي نفندو هاد كيبينو ديالنا ملي كيطيبو في الزيت. صافي كنجيب البنيه هكذا ندوزها داك السكر سنيده مزيان. صافي كنزلها. البيني ديالنا هو وجد، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجي رائع هائل، المذاق غزال والشكل زوين وما كيخمرش سريع حتى دغيا كيوجد. واهم حاجه انه ما كيشربش الزيت، يعني ما كيجيش مزيت من الداخل. والشكل ديالو كيجي على هذا الشكل، كيجي مقرمش هانتوما من الداخل كي داير، كيجي رائع. كنتمنى فعلا انكم تجربوه وردوا عليا وقولوا لي كيفاش جاكم. كنشكركم بزاف على المتابعه والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.